بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فيديو عن طريقة عمل القطيفة بس بشكل جديد غير اللي احنا متعودين عليه. اول حاجة احب اعرفها لكم دي طريقة الفرد اللي هي العادية خالص. هنا انا بفرد بالفرشة وببتدي اعمل اكسات. دي طريقة الفرد العادية خالص اللي احنا كلنا متعودين عليها. هنا احنا بنعمل ديكور قطيفة، وديكور القطيفة معروف ان هو ديكور مخملي بيعطي شكل جمالي على الحوائط، وهو من الديكورات الحديثة اللي موجودة دلوقتي في الاسواق. هو طبعا موجود بقاله فترة بس هو منتشر ولحد دلوقتي يعني اخد وضعه في وسط الديكورات اللي موجودة دلوقتي. هنا احنا بنفرد الحائط زي ما انتوا شايفين، ده وجه اول. هنا احنا بنكون عاملين البطانة بلون قريب للون اللي احنا عاملينه. هنا ده لون شامبين واحنا عاملين البطانة مط، درجة مط قريبة للون خالص. هنا بقى دي الطريقة اللي انا احب افهمها لكم. دي اول حاجة بعد ما بعمل الاكسات بتاعتي ببتدي امس القطيفة على شكل زاوية 45. ببتدي امسها بالفرشة مرة وبمسحها بالمالك مرة تانية زي ما انتوا هتشوفوا معانا دلوقتي. هنا انا ببتدي اهوت بمشط الجنب معايا اللي انا فردته. القطيفة روحها كويسة، بتمشي معاك وبتكون يعني انت تقدر تفرد جنب زي وترجع تمسه تاني. هنا انا بوريكم الطريقة، بشرحها لكم بطريقة سهلة عشان تقدروا تشوفوها. هنا احنا بنمشي بزاوية 45. هنا انا همس الجنب كله، هسرع الفيديو شوية عشان ما يبقاش كبير عليكم. هنا انا مسيت الجنب اهوت زي ما انتوا شايفين، وهبتدي دلوقتي اجيب المالك بتاعي والفوطة المبلولة عشان لما المالك ينشف يجمع معايا قطيفة ابتدي امسحه. هنا انا اهوت ببتدي امس القطيفة بزاوية 45. هنا انا بعمل وش اول بفرده وبمسه. انت بامكانك تعمل الوش الاول عادي خالص بالفرشة وتمسه بالفرشة بس، وتاني وش هو اللي تمسه بالمالك بس. انا هنا بحب ان انا افرد الوشين وامسهم عادي. انت ليك الحرية في الشغل عندك، تقدر تعملها بالطريقة اللي انت حاببها. هنا بمسها، بمسك المالك بالراحة وببتدي رايح جاي على الحائط. بيديني الشكل اللي انا عايزه، الشكل المخملي اللي انا محتاجه، وابتدي اشتغل بيه. هنا انا هفرد الجنب كله وهبتدي ان انا امشطه. هنا اللون اللي معانا لون عبارة عن شامبين. الالوان بتاعته اصفر فاو والاصفر الجملي وبني واسود، دي درجاته. وهنا في ديكور ستيل مدفون داخل الحائط. في ناس بتفضل ان هي تكون الستيل بالنسبة لها مدفون عشان هو الستيل بيبقى حامي، وفي نفس الوقت بيدي شكل جمالي اكتر بكتير لما بيبقى بارز عن الحائط. وطبعا دي بتختلف ما بين عميل وعميل ولو حابين ان احنا نعمل لكم فيديو بطريقة الستيل الغاطس نقدر نعمل لكم بيها. اكتبوا لنا في الكومنتات واحنا ان شاء الله هنلبي لكم الطلب. وما تبخلوش علينا بالمشاركة واللايك، بيفرق معانا كتير والله. يعني شوفوا احنا عمالين نعمل لكم الفيديوهات وسايبين شغلنا عشان نوريكم كل ما هو جديد. يعني ده ديكور جديد. هنا انتوا شايفين انا بمس اهو بطريقة تانية خالص، وابتدي امس بالمالك كده. انا بمس بزاوية 45 بالمالك زي ما انت شايف. الشكل بيبقى مختلف نهائي وشكل تاني خالص وبيعطيك ديكور تاني خالص. وما هو زي السواحلي، يعني في ناس هتفتكره سواحلي لكن هو مش سواحلي، ده قطيفة بس احنا بنعمل نفس الشغل. هنا انا بفرد الوش التاني وببتدي اهوت امسه برضو، بفرد وبمس. هنا الوش التاني بيفرق معايا كتير لما القطيفة بتاخد معايا وشين، بتبقى احسن من وش واحد. طبعا في ناس بتحب تشتغل وش واحد، انا بفضل ان انا اشتغل وشين، بتدي معايا شكل جمالي اكتر بكتير. ولان القطيفة كل ما عملت فيها تقطيع كل ما شكلها بقى بيبقى احسن واجمل ليك. هنا انا بفرد وبمس زي ما انتوا شايفين الطريقة اهيت، وانا حبيت اوضحها لكم بكل سهولة. يا رب نكون فيديوهاتنا اللي بننزلها تنول اعجابكم، يا رب نكون بننفعكم ولو بالقليل. انا هنا في الفيديو هوريكم طريقة المس بطريقة بسيطة خالص. هبطئ الفيديو فيها وهتشوفوها من على قرب، وهتشوفوا الجنب من على قرب. طبعا هو الجنب والله يا جماعة احلى بكتير من اللي انتوا شايفينه. طبعا الموبايل ما بيبينش جمال الشيء. وده اهو اللي بقول لكم عليه. انا هنا بمس الجنب
دي الطريقة، بتمسك المالك بالراحة وبتفضل رايح جاي سبعات في تمانية، 7 في 8 بالعربي، او زاوية 45. هتطلع معاك الشكل الجمالي اللي انت محتاجه، وهتعمل لك شكل جديد خالص للقطيفة. هتحس بتغيير. ده ممكن تعمله لو انت هتعمل كذا جنب قطيفة، ما يبقاش كلهم شبه بعض، لا يبقى عندك زي تنويع. لو في كل أوضة مثلا بتعمل ديكور قطيفة، لو بتعمل يبقى عندك تشكيل في الشكل بتاعك. ده الشكل، وانا هنا بحاول اوضح لكم القطيفة هيت من على الجنب، بحاول اوضحها لكم. هي مش واضحة قوي زي الطبيعة، بس يعني على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نوري لكم يعني كل حاجة، وما نبخلش عليكم بأي حاجة. ما تنسوناش من صالح دعائكم، وما تنسوناش من دعمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.